بسم الله ما شاء الله عليك يا صاحبي، بدأت تتعافى وصحتك بقت أحسن، وكمان حالتك النفسية بقت أحسن لما عرفت الطريقة اللي تأهل بيها منتخب مصر من دور المجموعات، ودلوقتي جت مراحل الحسم، واللي واضح جدا إن المنتخب في المراحل دي مش جاي يلعب ماتشين ويخرج خروج مشرف وخلاص، لا باصص لأبعد من كده بكتير. مصر اتأهلت كمتصدر للمجموعة وأثبتت أحقيتها في ده، وتقدر ترجع تشوف إزاي اتأهلنا في الحلقة اللي فاتت، وهتلاعب في دور ال 16 منتخب الكونغو الديمقراطية، واللي بيدربها المدرب اللي هتفتح أي ماتش في بطولة أفريقيا ليه واقف على الخط، الفرنسي كلود لوروا. منتخب الكونغو تأهل تاني المجموعة التانية بفارق الأهداف، لا وإيه بفارق الأهداف عن أنجولا اللي في الوقت ده كانت متأهلة كأس العالم على حساب منتخب السنغال. وإحنا قبل الماتش كان عندنا غيابين مهمين ومؤثرين جدا، ميدو للإصابة واللي الجهاز الطبي بيأكد إن إصابته هتحتاج من 4 ل 5 أيام، وهيبقى جاهز إن شاء الله نص نهائي لو تأهلنا، وأبو تريكة كمان موقوف. الموضوع ده أكيد عمل أزمة كبيرة للكابتن حسن شحاتة، وهنلاقي ده في تصريحاته إنه برضه عامل حسابه للماتش ومركز جدا فيه. وقتها لعيبة الكونغو عملوا مشاكل في معسكرهم وقالوا مش هنلعب غير لما نستلم مستحقاتنا، وكابتن حسن شحاتة وصف الكلام ده بالتمثيليه، وان كده كل الماتشات صعبه. بس الصراحه اللي شفناه في تشكيل الماتش ده غير كده، كابتن حسن شحاته عمل مفاجآت كتير في التشكيل، بدا بطارق السيد ناحيه الشمال مكان عبد الوهاب، ولعب بحسام حسن وعماد متعب وعمرو زكي الثلاثه مع بعض في خط الهجوم. ونرجع نقول تاني انت عندك ده كله. والماتش بدأ، والتغييرات ما كانتش بس في التشكيله، كان كمان في شكل الفرقه في الملعب، وفكره بتطبق سنه 2006 كان جوارديولا بيكسب بيها دوري ابطال مع مانشستر سيتي لاول مره في تاريخهم سنه 2023. منتخب مصر زي ما احنا عارفين كان بيلعب دايما 3-5-2، الثلاثه اللي ورا دايما ثابتين، عبد الظاهر السقا، ابراهيم سعيد، وائل جمعه، واحمد حسن وابو تريكه بيلعبوا قدام شوقي. فانت دلوقتي عندك ابو تريكه غايب، وانت محتاج حد قدام في صناعه اللعب، خصوصا ان انت بتلعب بثلاث مهاجمين مع بعض. عندك المهاجمين بتوعك زي عمرو زكي ممكن ينزلوا ويساعدوا في اللعب، بس في الاساس مفيش لاعب اللي هو رقم 10 المتعارف عليه. بس طالما انت عندك احمد حسن في نص الملعب فهو يقدر يلعب في اي مركز، ولكن بفكره متطوره جدا في بناء اللعب بيقرر كابتن حسن شحاته والكوره معانا ان عبد الظاهر السقا بيخش كتاني في نص الملعب جنب محمد شوقي، ويكون شريك اساسي في بناء اللعب. كان هو عامل مساعد ساعتها في بناء اللعب، ما كانش هو الركيزه الاساسيه اللي بنطلع عليه بالكوره. حتى كان احمد حسن ساعات كتير بينزل يستلم ويقول له اهدى وركز، ويديله شويه نصايح في خبرته في المركز ده. بس احنا بنتكلم عن فكره جوارديولا طبقها في 2023، وكانت باختصار ان احنا واحنا معانا الكوره عبد الظاهر السقا ممكن يسلم لشوقي ويزيد هو في المساحه، بس علشان هو مدافع فبيخاف ويرجع تاني يبص لشوقي، وشوقي ساعتها بيقرر ينقل الملعب الناحيه الثانيه لطارق السيد، ونلاقي لاول مره في البطوله جوه البوكس اكتر من 3 لعيبه وكمان بركات جاي من بعيد، بس الكوره تعدي وما نلحقهاش. وهنا عايز اتكلم عن الفكره اللي حصلت بثلاث مهاجمين مره واحده. الكابتن حسن كان قايل تعليمات لعمرو زكي وعماد متعب انهم يشاركوا في صناعه اللعب، بس برضه هو مهاجم وعايز يجيب جول، فكنا في اوقات كتير كنا بنشوف الشكل ده، وان المهاجمين كلهم على حدود المنطقه، وده كان بيخلي الخطوط بعيده عن بعضها شويه، فكنا بنعمل زحمه على الفاضي. بس طبعا علشان الكوره لا تعترف الا بالاهداف، الاجوان دي اهداف وربنا مش رايد النهارده ان احنا نهدف، ان انت حاطط ثلاثه من اعظم مهاجمين الكره المصريه مع بعض في ملعب واحد، فينتج عن ده ايه؟ الجول التاريخي ده لحسام حسن، ويبقى ده اخر اهداف العميد الدوليه، ويصبح اكبر لاعب يسجل في تاريخ بطوله كاس افريقيا. بس تعال نشوف الجول ده مع بعض بشكل تاني. عمرو زكي نازل يستلم في نص الملعب ويساعد في الطلوع بالمرتد، عماد متعب بيتحرك لبره ويسحب المدافع معاه، وحسام حسن واقف في ظهر المدافع في الزاويه العاميه بتاعته. وهنا بقى بتيجي خبرات السنين، حسام حسن ممكن يتحرك قدام المدافع وتلاقي في المساحه دي، بس هو عارف ان هو بعامل السن ما يقدرش يسبقه، ولو دخل في الالتحام معاه هيخسره، فبيتحرك من ظهره وسايب مسافه كويسه بينه وبين المدافع، ومراهن على ايه؟ على جوده التمرير من عمرو زكي، وانه يقدر يطلع الكوره بوش رجله في ظهر المدافع، وده اللي حصل فعلا. وحسام حسن يبقى جاي من زاويه كشف الجول كله ويشوط الكوره بشكل ولا احلى ولا اجمل، ويسجل هدف يختتم بيه مسيره اهدافه الدوليه بشكل يبان منتهى السلاسه، ولكن تفاصيله كتير، وهنا الرهان على الجوده حتى لو السن محطوط كعامل. وبص كمان الانفراد ده من عماد متعب، احمد حسن بنفس جوده التمرير بوش الرجل، وعماد متعب بنفس التحرك لكنه ضيعها، وده بيفكرني بجوله في ماتش الزمالك 4-3. وان شاء الله هيبقى في سلسله حلقات عن اجيال الانديه المصريه مش بس المنتخب، وهنستنى منك اللايك بتاعك والشير والسبسكرايب علشان الحلقه توصل ونقدر نكمل ونقدر نوثق اجيال الكره المصريه عبر التاريخ. احنا دايما لما كنا بنحب ندافع كان كابتن حسن شحاته بينزل حسن مصطفى في نص الملعب بحيث يعمل زياده عدديه في العمق ويقفل نص الملعب. بس انا مش عايز اقول لك الماتش ده كان سهل قد ايه، لدرجه ان احمد حسن واقف بيعدل الشراب والهجمه شغاله علينا يعني، والنتيجه 3-1. بس هنا برضو في مشكله، ان كان دايما سمه الكوره في الوقت ده ان احنا نلعب مان تو مان، وغالبا المان تو مان ده مع اخطر لاعب من المنافس، وحسن مصطفى هو نازل هدفه الاساسي ان هو يلعب مان تو مان مع الراجل ده، حتى لو الراجل هيسحبه ويطلع بيه بره ويفضي مسافه في العمق والكره تلعب في المساحه دي برضه. والماتش بيخلص 4-1. الماتش كان سهل، كونغو كان منافس في المتناول، عدينا باقل مجهود، وممكن نقول ان فرق الامكانيات الفرديه كان عامل اساسي في الماتش ده، ونوصل لنص النهائي وهنلاعب السنغال. السنغال كان في نهايه الجيل التاريخي بتاع 2002، الجيل اللي وصل دور الثمانيه في كاس العالم وقدر يوصل نهائي افريقيا. بس يكفي اقول لك ان هم ما صعدوش كاس العالم على حساب منتخب توجو في الفتره دي، منتخب توجو اللي انهى مجموعته في كاس كمركز اخير من غير ولا نقطه. وكمان السنغال صعدوا من المجموعه اللي كان فيها نيجيريا وغانا وزيمبابوي بفوز وحيد على زيمبابوي، وخسارتين من نيجيريا
نيجيريا وغانا وصعدوا فرق الاهداف، وفي دور الثمانيه تاهلوا لنص النهائي بصعوبه ضد غينيا بنتيجه 3-2 عشان يجوا لنا استاد القاهره في الدور قبل النهائي بعد ما شحططناهم في البطوله ولعبوا دور المجموعات في بورسعيد ودور الثمانيه في اسكندريه. بقول لك يا ذوق والنبي اللي في لنا طبق الجلاجوله ده وكتر الطحينه. احنا بدانا الماتش بنفس تشكيل ماتش الافتتاح، ابو تريكه راجع من الايقاف وميدو راجع من الاصابه وهيلعب اساسي. وعارف انت عايز تسمع ايه عن المشاركه دي؟ سامعك اللي انت عايز تسمعه بس كله في وقته. باختلاف وحيد عن تشكيله ماتش الافتتاح ان عماد متعب هو اللي بدا اساسي، ورجعنا للشكل الاول بتاعنا 3-5-2. شوقي قدام قلوب الدفاع، قدام احمد حسن وابو تريكه، عبد الوهاب وبركات فاتحين الملعب، والكثير من الكرات الطويله لميدو وعماد متعب. مشكلتي مع فكره الكرات الطويله اللي كنا بنلعبها طول البطوله دي ان احنا كنا عايزين نقصر الطريق، مش اللي هو نلعبها وناخد الكره الثانيه وهكذا. لا 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 لا، الكره الطويله هي الكره الاولى بالنسبه لنا وهنوصل بيها للمهاجم على طول، بس مفيش ولا مره نجحت معانا. وكان اكتر واحد مطلوب منه تحديدا يلعب بالكرات الطويله دي هو ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد كان بيشوط الكره الطويله ما كانش بيرفعها، وانا لحد الان مش قادر افهم هل كان الرهان على جوده التمرير بتاعه ابراهيم سعيد ولا احنا نودي الكره هناك وزي ما يحصل. بالنسبه للفكره اللي احنا عايزين نعملها، احنا كنا عايزين نعمل في الماتش ده مثلث بزياده عاديه على الطرف الشمال، ابو تريكه يميل هناك مع عبد الوهاب وميدو، واللي اعتقد كابتن حسن شحاته كان حاطه هنا عشان شايف كورته حلوه وبيعرف يلعب برجله كويس ومتحرك عن عماد متعب اللي بالنسبه له خطوره عماد متعب جوه المنطقه اكبر. ودي وجهه نظر كابتن حسن شحاته، تختلف او تتفق هي وجهه نظر المدير الفني. لكن في الحاله اللي كنا بنلعب فيها الكره الطويله على طول كنا بنلاقي ميدو وعماد متعب هما الاثنين مهاجمين بتوعنا، بس زي ما قلت لك الكره كانت بتوصل للحارس بتاع السنغال على طول. بص هو كان ابو تريكه دايما لاعب حر في الماتش ده وهدفه ان هو يدور الكوره، وزي ما قلت لك كان دايما في زياده عاديه ناحيه الشمال ما بين عبد الوهاب وميدو وابو تريكه. ابو تريكه بدا الكوره من ناحيه اليمين سلمها لعبد الوهاب، ميدو نزل يستلم، ابو تريكه استلم في المساحه وعماد متعب اتحرك قدامه فصعب عليه التمريره، لان هو لو بصى لعماد متعب فعماد متعب هيبقى بره الجول، مش هيبقى قدام ابو تريكه حل غير ان هو يكمل هو في المنطقه وعماد متعب يحاول يوصلها له. بس ابو تريكه ما عملش كده وشاط كوره دي لو كانت جت جول كان هيبقى واحد من اهداف تاريخيه كتير ابو تريكه سجلها وكان هيسهل علينا الماتش ده بصراحه. وبص دايما تحرك ميدو على الطرف، تحرك ميدو على الطرف ده حتى في المرتده هو اللي قدر يكسب ضربه الجزاء، ومره ثانيه بيطلع على الطرف وبيلعب العرضيه بس ما طلعش كويس، فكان واضح فعلا ان كان في تعليمات من حسن شحاته لميدو ان هو دايما هو اللي يطلع على الطرف. ممكن يكون الموضوع ده كان مضايق ميدو شويه بس مش كده بس، احنا بس عايزين نرجع كام سنه لورا ونرجع لتصريحات ميدو. ميدو كان دايما بيقول ان هو شايف ان حسن شحاته ليه ولاده، وانه لما اتصاب في ماتش كوتيفوار قال انا مش هخرج من الملعب غير لما حسام حسن ينزل مكاني مش عمرو زكي. ليه؟ لانه شايف ان عمرو زكي ومتعب دول ولاد حسن شحاته. غير ان ميدو كان بيقول ان هو مصاب طول البطوله وكان بيلعب بحقن مسكنه. لما انا اتصبت في اول 10 دقائق اول ما عمرو زكي سخن ان اللي لازم ينزل مكاني حسام حسن عشان خرج من الملعب نجم، رحت للكابتن حسن شحاته قلت له مش هخرج من الملعب الا لما تنزل حسام حسن. كابتن حسن شحاته له اولاده، لو في حاجه ممكن ان هو يبدل ميدو ويبدل عمرو زكي كنت بقول له ليه؟ انا كنت بلعب الماتش ده اصلا مصاب 3 سم في الضمه بعد ماتش ليبيا. وميدو في اول ماتش لعب 90 دقيقه كامله، وفي ماتش المغرب ميدو تقريبا اتبدل في نفس الدقيقه اللي اتغير فيها في ماتش السنغال، وشوف رده فعله هو خير. كل دي حاجات متخزنه عند ميدو ومن وجهه نظره شكلت عليه ضغوطات كبيره جدا وخليته يخرج بالطريقه دي ويعمل لقطه هي الاسوأ في تاريخه. وبصراحه ميدو حظه وحش، عمرو زكي كان دايما بيتمركز ناحيه الشمال في كل الاوقات اللي لعب فيها في الماتش ما عدا اللقطه الوحيده دي. عمرو زكي اول ما نزل دخل جوه منطقه الجزاء وابو تريكه استلم الاوت من عبد الوهاب ولعبها بشماله وعمرو زكي جاب الجول علشان يكون لاول مره الاثنين مهاجمين بتوعنا هم اللي جوه البوكس، وسجلنا الجول الثاني وكسبنا الماتش. واللقطه الشهيره بتاعت حسن شحاته. وهنا انا عايز اتكلم عن حاجه، فعلا الجيل ده كان موفق وفي ظروف كتير ساعدته او في حاجات كتير اتحطت مع بعض ادت للنتيجه دي، جوده لعيبه عاليه او في بعض الاوقات عامل طبعا الارض والجمهور فيخليك في الدور قبل النهائي تاخد ضربه جزاء تفتح الماتش، ميدو يخرج بمشكله بعدها بدقيقه تجيب جول يوصلك النهائي. فهي عوامل اتحطت مع بعض ادت لخلطه النجاح علشان بعد كده تبني على العوامل دي وتستثمر فيها كمنتخب وتكمل رحله المنتخب اللي كملت ل 2010. ولو كان في رؤيه او اداره او تخطيط صح كنا ممكن نبني على ده، بس انا وانت عارفين اللي حصل اخر 15 سنه وكابتن بهاء استرسل في ده كتير. يعني الدقيقه 89 والنتيجه 2-1 واحنا مضغوطين وبنحاول نحافظ على الفوز. بص الكره دي انتهت باثاره جدل كبيره جدا وان بيقول منتخب السنغال يستحق ضربه جزاء، وهو فعلا كان يستحقها. بس انا عايزك تشوف ذكاء محمد شوقي في قفل زاويه التمرير. في 2 لعيبه في مساحه شوقي، لاعب في المساحه اللي جنبه يعتبر شايفه ولاعب في ظهره هو مش شايفه. ذكاء منه اتحرك خطوه شمال قفل زاويه التمرير على المهاجم والكره طلعت للجنب على اللاعب البعيد وشوقي ضغط عليه بسرعه عشان يقفل زاويه التمرير تاني والكره طلعت على الظرف اكتر، كمل في المساحه وراح قفل المساحه ما بين السنتر باك والفول باك والكره تعدي وترجع تاني وشوقي بيقع على الارض وبيقوم وبيقفل. لكن في اللحظه دي الوينج بتاع السنغال خطف محمد بركات وعدى من قدامه وجري هو بسرعه في المساحه وابراهيم سعيد عمل ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش. وبص ابراهيم سعيد بيعمل ايه. الحمد لله الماتش خلص 2-1 وكسبنا ووصلنا النهائي وهنلاعب كوتيفوار جايه وعايزين يثبتوا احقيتهم انهم احسن منتخب في القاره في الوقت ده وان صعودهم لكاس العالم ما كانش صدفه. احنا التوفيق خدمنا في النوك اوت في البطوله وطريقنا كان كويس حتى لو كنا بنلعب ضد السنغال. وماتش النهائي ده هيكون مفترق طرق للجيل ده، يا بدايه لعوده الفراعنه لسياده القاره من تاني يا هنخش في نفس الدوامه اللي دخلنا فيها قبل كده وبنخش فيها دلوقتي.
وبما انك خلاص قربت تتعافى يا صديقي، فاعمل لايك، شير، سبسكرايب والحاجات الجميله دي عشان تشوف هنعمل ايه في النهائي وفي باقي البطولات، ونوثق مع بعض اجيال الكره المصريه كانت بتعمل ايه بالكوره وبره الكوره على مر العصور. يلا سلام.